السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، حبايبي وبناتي المحترمين، ألف ألف شكر يا رب، ما تحرم منكم، ربنا يستركم دنيا وآخرة ويبارك لكم يا رب. ألف شكر يا حبايبي على وقفتكم معايا، إن انتوا وصلتوني من الخمس تلاف 5000 ألف مشترك، يعني ال5000. يا رب ما تحرم منكم، ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلامة، يا رب يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض ويستركم دنيا وآخرة. يا رب يرحم موتانا ويشفي مرضانا، اللهم استركم بسترك الجميل واحفظ علينا العقل والدين، اللهم امين يا رب العالمين. حبايب قلبي، حبايبي، طبعا يا حبايب قلبي، لما بيت حتى اشكر فيكم، يعني من هنا انا مش هكفيكم حقكم عليا وخيركم عليا. كل جميع اللي بيتواصلوا معايا، اللي بيقفوا معايا، ربنا يبارك لكم، يجعله في ميزان حسناتكم زي ما انتم مفرحين كده، يفرحكم بولادكم ويستركم دنيا واخره. كلهم عارفين نفسهم يا حبايب قلبي، حبايب قلبي، حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا يا حبايبي، انا بقول لكم الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه، صلتوا على النبي. وانا مش بنقد يا جماعه، انا بطلع بقول رايي، انا بطلع وبقول رايي. انتوا عارفيني انا بحب حلميه قد ايه وبحب زاهيه، انا ما بكرهش حد يا جماعه، انا من جوايا ما فيش كره، هو ربنا خلقني كده، احنا كلنا كده على بعض، العيله عندنا كلها كده، ان كان اخوات، ان كان السلسال بتاعنا كلنا كده، بنعطي وبندي، اللي في ايدنا مش لينا، ما بنحبش ابدا حد يكون زعلان مننا ابدا. فانا كده عامه يا جماعه، انا ما بحبش ان انا ازعل من حد، وبحب الاتنين. طبعا يا جماعه الخير، انتوا شفتوا ان عبد الله اللي هو ولد الكواد ده راح لمين؟ راح لحلميه. طبعا يا حبايب قلبي، انا هقدم النصيحه، والله قبلوها قبلوها، ما قبلوهاش ما قبلوهاش. بقول لك يا بخت من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني وضحك الناس عليا. طبعا انت يا ام طارق شقيتي كتير وتعبت كتير، وكنا بنشوفك اول ما كنت بتروحي عندي زاهيه في الاول خالص، شوف انت كنت عامله ازاي. طب ربنا عوض الصبر خير، ما تضيعيش ده كله. لا يا ام ايمن بتقولي كده؟ ايوه يا حبايب قلبي، هو انتوا ما شفتوش عبد الله ده كل ما بيدي حاجه لحد لازم يطلع ويعايره ويقول لهم هاتوها؟ ها؟ انتوا يعني ما انتوش متابعين يا حبايب قلبي كل اللي هو دخل في وسطهم؟ هو لا بيختار يا جماعه الاخوات اللي متخانقين ويا بعض متخاصمين ويروح يخش في وسطهم، زي ما دخل كتاب بين ام جنى وام روضه، مسك راح عند ام جنى برضه حط لها دعم، بس ام جنى جت ناصحه قالت ما حدش يخش بيني وبين اخواتي، اسم الله عليها اقسم بالله. طيب لما جاب له ام روضه الغش وجاب لها دي وجاب لها، مش طلع قال لها هات الغش اللي عندك، وطلع عمل عليها مثل عليها، يعني عيب عليها، مش طلع عيب عليها. ام عمرو دي اللي كان متابعاه، وغيرها 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 وغيرها. طبعا هو واخد لامه طارق خاتم، الخاتم ده يا جماعه مش هديه، ده دعم. انت بتقول يا ايوه دعم يا جماعه، دعم عشان هم حطوا القناه عنده والمتابعين بيروحوا له وبيكبروه. بس هو اول ما بيخش في اي مكان لازم بيحصل اي حاجه. انت يعني، لا ما هو انا شايفه، انا الشاب ده لا عمري اتخلطت فيه ولا هي مره واحده، مثلا اسماء قالت لي تعالي عشان يساعدك، دخلت نهارها في مسابقه، قلت لا حد الله والنبي لو حتى هيديني مليون جنيه. لكن يا جماعة الخير، هو ما بيختارش الا الناس والقنوات الكبيرة. انت بتقولي يا ام ايمن؟ ايوه، بيختار القنوات الكبيرة ويروح لها، لما بتدعمش الناس الغلابة، لما بتدعمش الناس اللي هي قنواتها 1000 مشترك و2000 وما بيقبضوش كل سنين وما بيقبضوش خالص، لما بتساعدش المرضى، لما بتساعدش مرضى السرطان، لما بتساعدش بنت تتكلف، انت كلك حاطط على. ونزل بقى مصر يا جماعة، طبعا مصر فاتحة درعتها للغريب والقريب. انت جيت مصر اهو وشفت المصريين عاملين ايه، اللي انت كنت بتطلع تغلط وتشتم فيهم. طبعا يا جماعة الخير، هقول ايه، والله العظيم زاهية ناصحة، والله العظيم يحرسك ربنا يا زاهية. انت بتقول ايه يا ام ايمن؟ ايوه، لما كتب لها كومنت ولا اي حاجه اقولها ده عبد الله بن الكويت هيجي يزورك، قالت لهم لا انا مش عايزه حد يزورني، انا مش عايزه حد. جدع يا زاهيه، اقفلي بابك عليك وما تدخليش حد عندك، ما تدخليش حد عندك، لان ده بيختار المشاكل اللي بين الاخوات وبيخش فيها. وانت يا ام طارق نصيحه مني، ويا طارق هتقع في نفس الفخ. يا جماعه الخير اقسم بالله انا بنصحهم، انا بقدم النصيحه يا جماعه، انا ما بنقدش،
انا بشوف حاجه غلط وبقول عليها قبلوها قبلوها، ما اقول طبلي بقى دلوقتي يقولوا لي ده انت طبله وماسكه طبله ورق الزاهيه. يا جماعه الخير، زاهيه اخت حلميه وحلميه اخت زاهيه، لو طلعت شتمت في زاهيه يبقى انا ماليش خر في حلميه، لو شتمت في حلميه يبقى انا ماليش خر في زاهيه. ما مضل اخوات والداخل بيناتهم خارج. بس نفسي الكومنتات اللي بتخش والناس اللي هم شعليله يبعدوا عن الاتنين، والله لا يبقى حلوين وهيبقى زي الفل. صلتوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش اللايك لام ايمن بالله عليكم. طبعا يا ام طارق ما توقعش قناتك وما توقعش نفسك، هو راح عندها الست اتفاجئت بيه زي ما بيقولوا، وشفته راكب العربيه معاه وقال انا لازم اجيب هديه لام طارق الست الطيبه، اشوفها هي وعمة سوقي فعلا هم طيبين يا جماعه، ما قلناش حاجه. ام طارق طيبه هي وعمة سوقي، وناس على الفطره وناس محترمين وناس على خلق. طبعا ما عملتش بقى لاكل، بتقول له ده احنا سوقنا وعندنا سمك ومش سمك، المهم ادبت له واجب الضيافه. طيب هو لما جه دلوقتي جه عند احمد وامل، دي جمهوريه احمد وامل، شوفوا اللي هم فيه يا جماعه بسبب المقلب اللي عملوا. شوفوا يا جماعه، شوفوا اللي هم فيه عمالين ما هو يا جماعه الخير بقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيك. انت عايز تعمل، انت ما شاء الله قناتك حلوه وكبيره انت واخواتك وسلسلك كله، اللي هو احمد وامل دي يا جماعه كان لازم تقال المقلب اللي انت عملته. ما هو بقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى دي بقى من هنا ودي من هنا، ولما القنوات كلها عشان خاطر كل القنوات ده طلعوا ترند على احمد وامل ده. بس يا جماعه الخير هو ده اللي انا بقوله. فانت يا ام طارق ويا طارق ابعد، انت ممكن تيجي في الفخ تاني لما تتقرب للناس دي. انت ما فيش الا انت مع عمك يا ابني، ربنا يحرسك ربنا يحرسك. حتى الكومنتات اللي بتكتب له يا جماعه يقولوا له شوف لما تقربت باين من احمد وامل واسمه احسن من دكم، لا مش احسن من ولاد خالته يا جماعه، ولاد زاهيه ما مش وحشين، ده الولاد خالته وستر وغطى عليه وعايشين ويا بعض ومتربين ويا بعض. نفس اللي يخش بكومنت حلو، نفس اللي كل واحد يتقي الله، اتقوا الله عشان ربنا هو سبحانه وتعالى يجعل لكم مخرجا، اللي يتقي الله يجعل له مخرج. فيا ام طارق ما تتقربيش ما تتقربيش ما تتقربيش، لما اي حد يجيلك من السعوديه من اي مكان تاني ده انت تفتح بصي دروعتك كده للي يجي. بس بالذات دي يا جماعه بيدي الحاجه ويعاير بها، ما بيخشش الا بين القنوات اللي فيها مشاكل، اللي فيها مشاكل. ما بيدعمش للناس الغلابه، ما بيدعمش للناس المساكين اللي محتاجين. ده انا بشوف ناس يخش يقولوا ده احنا عايزين بس 500 جنيه نجيب علاج، اللي مش لاقيه توكل عيالها ولا بيسأل فيهم، هو بس بيروح للناس اللي بينهم وبين بعض مشاكل وبيعاير تاني وبيعاير. فيا جماعه الخير اسمعوا الكلام، خلي بالكم، انا بقدم النصيحه واللي عايز يقبلها يقبلها واللي ما يقبلهاش ده براحتكم وحريه شخصيه. حبايب قلبي الفيديو ده كان على ام طارق والزياره اللي راحت لها والخاتم اللي جايبه ده مش هديه، دي دعم يا جماعه، دي دعم. يلا حطوا اللايك يا حبايبي وربنا يصلح الحال ويروق البال. السلام.